كنت قاعد في البيت عادي وماسك الموبايل بتاعي وبقلب في اي حاجه. اكيد يعني معظمنا بيعمل كده، بس وسط ما انا قاعد وكل حاجه كانت تمام لقيت اشعار وصل لي من الماسنجر. فتحته ولقيت رساله مبعوثه من حد معرفوش، وعلشان الشخص ده ما كانش من ضمن الاصدقاء عندي فكان الفيسبوك جايب لي خيارين: اقبل الرساله واشوف مين ده، او ارفض واعمل له حظر. بس بما اني عرفت ان صاحب الاكونت ده بنت مش ولد فقبلت على طول. وتقريبا كده يعني اي شاب مكاني كان هيعمل كده. الرساله اللي هي كانت بعتها كان مكتوب فيها: ازيك يا محمد، انا دعاء. عارفه انك مستغرب اني بكلمك دلوقتي، بس انا محتاجه لك اول فتره دي. عمال افكر مين دعاء دي، انا ما اعرفش حد بالاسم ده. اول حاجه عملتها قبل ما ابعت اي رساله اني دخلت على الاكونت بتاعها علشان اعرف مين دي، بس لقيت حاجه غريبه. الاكونت كله مفيش فيه غير الصوره الشخصيه وبس. والصوره كمان كانت لقبر حجري، اللي هو زي القبور اللي بنشوفها في الافلام الاجنبي كده. والقبر ده كان مكتوب عليه 16/8/2025. التاريخ ده كان لسه الشهر اللي فات، بس برضو مش ده اللي شد انتباهي. اللي شد انتباهي هو الشهر واليوم، لان دول كانوا نفس تاريخ ميلادي. خرجت من الصفحه بتاعتها ودخلت تاني على الرسائل وكتبت لها: معلش انا مش واخد بالي، ممكن بس توضحي لي انت مين؟ بعت رساله وطلعت ودخلت تاني على الفيس. واللي حصل بعد كده كان اغرب من الخيال. الأوضة اللي كنت قاعد فيها كانت ضلمة، لأن أنا أصلا بحب أبقى قاعد في جو فيه غموض كده. سمعت باب الأوضة بيخبط. أدخل. فضلت أقول أدخل أدخل، والباب ما بيتفتحش ولا حد بيتكلم من بره. قلت أكيد حد من إخواتي بيهزر. فضلت قاعد وماسك الموبايل زي ما أنا، ومفيش أي حاجة اتغيرت. مفيش ثواني وسمعت الباب بيتفتح وفي حد دخل. كنت مستني إن اللي دخل ده ينور النور، بس الغريبة إن ده ما حصلش، وإنه كان بيتمشى في الأوضة. كنت سامع خطواته، حاسس بيه وهو بيقرب مني. وفي اللحظة دي حسيت بحرارة شديدة، كأن اللي دخل ده كان جاي من جهنم. نورت الكشاف بتاع الموبايل بسرعة عشان ألاقي الصدمة. مفيش حد في الأوضة. طبعا أول ما شفت كده حسيت إن قلبي هيقف من كتر الخوف. قمت بسرعة من على السرير ونورت النور بتاع الأوضة كله، وفضلت واقف قدام الباب أبص يمين وشمال كده، بس لأ، مفيش حد. اللي حصل مش عارف افسره، مش عارف هل ده حقيقي ولا انا كان بيتهيألي. فتحت باب الاوضه وخرجت بره، ولما سالت اخواتي هل حد دخل ولا لا، كله قال لي ان محدش اتحرك من مكانه. حتى والدتي كانت واقفه في المطبخ واكدت لي ان فعلا محدش من اخواتي قام من مكانه. حاولت اقنع نفسي ان مفيش حاجه حصلت وخلاص. دخلت الاوضه تاني، ولكن المره دي نورت نور الاوضه وسبت الباب مفتوح شويه، ولقيت اشعار من ماسنجر جالي تاني. فتحت الرساله ولقيتها جايه من نفس البنت. هو انت ليه قاسي كده؟ حرام عليك، انا اعصابي تعبت، ارحمني بقى وكفايه. طبعا استغربت من الرساله، بس قبل ما ارد لقيتها بعتت رساله تانية: معلش انا اسفه، الرساله دي وصلت غلط، انا كان قصدي ابعتها لخطيب. بصراحه لما قالت كده صعبت عليا، حسيت ان خطيبها ده قاسي جدا وانه ظالمها في حاجات كتير. المهم فضلنا نتكلم شويه وتعرفنا على بعض اكتر، واللي عرفته ان اسمها دعاء وعندها 21 سنه. كانت بتدرس ولكن خطيبها منعها من ده وقال لها لازم تقعدي من الدراسه، بحجه يعني ان هو بيخاف وبيغير عليها، وهي علشان بتحبه سمعت كلامه. مش عارف ليه لما قالت لي كده حسيت بحاجه غريبه، حاجه انا عشتها قبل كده. المهم الايام عدت وبقينا كل يوم بنتكلم انا وهي، بالرغم من ان انا عارف ان ده غلط لان دي بنت مخطوبه، ولكني فضلت برضو اكلمها لحد ما جه اليوم اللي اعترفت لي فيه بحبها، وانا كمان اعترفت لها. محمد، انا عاوز اشوفك بكره. طبعا دي ما كانش فيها كلام. اول ما قالت لي كده وافقت على طول، واتفقنا ان احنا هنتقابل تاني يوم. لما سالتها على المكان اللي هنتقابل فيه قالت لي انها هتقول لي عليه اول ما اتحرك، وانها عامله لي يعني مفاجاه. ما كانش فارق معايا، المهم ان اشوفها وخلاص. تاني يوم الساعه 6 المغرب لبست واتشيكت وخلاص بقيت مستعد ان انا انزل من البيت. فضلت قاعد مستنيها لحد ما بعتت لي اللوكيشن بتاع المكان اللي هنتقابل فيه. اول ما ده حصل نزلت من البيت على طول. طول الطريق وانا كنت بتصل بيها ولكنها ما كانتش بترد عليا. كنت قلقان شويه ولكن ما اهتمتش، قلت اهو شويه وهوصل للمكان وابقى اشوف وقتها هي مش بترد لي. ركبت تاكسي ووصلني المكان اللوكيشن. المشكله ان المكان ده انا كنت عارفه، يعني طول ما انا ماشي في الطريق انا كنت عارف المكان ده رايح فين، لحد ما وصلت للمكان وحسبت سواق التاكسي ومشي وانا بقيت واقف لوحدي. معقوله تكون صدفه؟ مستحيل، لا، المكان ده انا عارفه كويس.
انا جيته مره قبل كده. المهم قربت من المدخل بتاع المكان ودخلت جوه. فضلت ماشي على اللوكيشن لحد ما لقيت نفسي واقف في المقابر. كان في حاجه بتشدني علشان اقرب. كنت متاكد ان مستحيل البنت دي تكون مستنياني جوه، وان اللي مستنيني جوه حاجه اكبر منها 100 مره. فضلت ماشي ماشي والدنيا حواليا ساكته وضلمه وانا لوحدي لحد ما وصلت لمكان اللوكيشن، واللي كان قدام قبر مكتوب عليه ياسمين محمد الزيات. اول ما شفت القبر حسيت بخوف. القبر ده بتاع ياسمين، ياسمين خطيبتي. فاكرني ولا خلاص انا اتنسيت؟ لفيت ورايا بسرعه ولقيتها واقفه قدامي. ما كنتش عارف اقول ايه، اصل مستحيل، مستحيل دي تكون ياسمين. انا كنت موجود وهي بتدفن. قربت مني وقالت لي ليه عملت فيا كده؟ انت السبب، انت السبب في كل اللي حصل لي. بس اللي حصل لي ده كوم، واللي انت هتشوفه ده كوم تاني خالص. اول ما قالت كده طلعت اجري على طول. بس وانا بجري حسيت اني دايخ قوي، وحسيت بحراره شديده كأن جسمي بيتحرق، وبقيت حاسس ان الدنيا بتسود تدريجي قدامي لحد ما مره واحده وقعت على الارض. وبعدها مش عارف ايه اللي حصل. كل اللي عارفه بعد كده ان فقت لقيت نفسي نايم في بيت التراب بتاع المقابر ده. قال لي انه لقاني واقع على الارض وعمال اترعش واقول كلام غريب. سبته ومشيت وطلعت على البيت. فضلت افكر في كل اللي فات. كنت عارف كنت عارف ان ياسمين عندها حق. انا اللي امرتها تسيب تعليمها، انا اللي كنت بقسى عليها وبضربها كمان، وهي علشان كانت غلبانه وبتحبني كانت بتسكت ومش بتشتكي لاهلها. لحد ما في يوم عيد ميلادي اللي فات كنا خارجين سوا، وفي وسط الخروجه اتخانقنا مع بعض وسابتني ومشيت. وهي بتعدي الطريق عربيه خبطتها وماتت. ومن بعدها وانا بقيت مش طبيعي. بقت تحصل معايا حاجات غريبه، بقيت اشوفها في كل مكان وانا نايم وانا صاحي. مش عارف لحد امتى هي هتفضل تعذبني كده، ولا يمكن انا اللي بعذب نفسي عشان حاسس بالذنب اني كنت السبب في موتها. واللي حصل لي في القصه دي كان ولا حاجه بالنسبه للي بيحصل لي كل يوم. ومش عارف بقى المره الجايه ايه اللي ممكن يحصل.